السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم البنات غنديرو لهنا المشلوش هذا يديروه في المناسبات، في المناسبات الدينية ولا في الطهارة. المهم لهنا عندنا هاو الفطير، لهنا كيف نطيبو الفطير. طيبوه رقيق وما يطيبش ياسر كما راكم تلاحظوا، ما نطيبوهش ياسر ونحطوه. الفطير لهنا يجي وجه واحد كما نقولوا فوق بعضاه. هاي ليك من لهنا ونراولو هذه الوجه نتاع الفطير تاعنا ويكون رقيق رقيق ياسر. هاي لكم لهنا نراولوه ونقصوه. هاو الشكل كيفاه. لهنا نبدو نقصو باش يجينا حتى في القصان يجي رقيق لهنا. هاي لكم لهنا اذا كان عندكم لهنا حاشيه ولا لازم تتنح باش يجي كل كيما بعضاه يجي رقيق. هاليكم لهنا نقطعوه. احنا لهنا نديروا الرفيس هذا، اخرين يقولوا له رفيس، اخرين يقولوا له المشلوش. المهم هو بالانواع الرفيس هذا يقولوا له المشلوش هذا. هاي لكم نحلوه كيما راكم تشاهدوا. هاي لكم لهنا كيفاه رقيق. لهنا يستعملوه في الاعراس، في الطهارة، كل واحد كيفاش يستعملوا، في مولد النبي، في كل المناسبات الدينية نديروه ولا الافراح نديروه. هاو لكم لهنا نحلوهم كامل هادم. لهنا كي نحلو هذا المشلوش هذا نتاعنا نحلوه نرشوه بالماء، ماء الزهر، نرشوه لهنا بالماء الزهر وشوية تاع حليب ونفوروه تفويرة واحدة. هاو لكم كيفاه رقيق كيما راكم تلاحظوا. هو طايب ونزيدو نديرو تفويرة واحدة. هاي لكم من لهنا كما راكم تلاحظوا. ان شاء الله البنات يكون يعجبكم وتجربوه وتردوا لي في التعليقات. هاي لكم من لهنا شوفوا كيفاش خرج لنا كل كيف بعضاه ورقيق. لهنا نديرو زوز فراشط عليه باش ما يلصقناش في الكسكاس نتاعنا، ونفوروه تفويره خفيفه مش ياسر. بعد ما نفوروه لهنا خلوه يبرد. ولهنا نكونوا وجدنا كاس تاع عسل وكاس تاع زبده، نخلطوه مع بعضاهم ونسخنوهم ويكون لهنا المشلوش بارد ونخلطوه. خاطرك عود هو سخون والعسل والزبده سخونين ما يجيش مليح. هاوليكم لهنا خلطوهم يعني ما شاء الله بنا ما شاء الله. ان شاء الله ينال اعجابكم. هاي لكم كيفاه. خلطوه جيدا باش يخش له العسل والزبده باش يجي كامل كيف. هاوليكم لهنا في صحن التقديم. ان شاء الله ينال اعجابكم وما تنساوش المشاركه في القناه تاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.